يا صباح الخير والتفاؤل والنشاط، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد. فيديو النهارده اول استعداداتي للعيد، يعني هستعد اول حاجه بضوافري وايدي، فهاخدكم معايا كده خطوه بخطوه. طبعا الوصفات اللي انتوا شايفينها، الحاجات المكونات دي كلها اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كلها عشان تطويل الاظافر. هجرب معاكم النهارده واكتر وصفات سمعتها على النت يعني لتطويل الاظافر وكده، فتعالوا نجربها مع بعض. اول حاجه انا ضوافري دي زي ما انتوا شايفين كده بقى لها حوالي اسبوعين يعني، وطولت بالشكل اللي انتوا شايفينه، مش طولت قوي يعني. فهشوف بقى الوصفات اللي بيقولوها على النت دي صحيحه ولا لا، يعني هل هي بتطول الضوافر فعلا في 3 ايام وفي اسبوع زي ما بيقولوا. فتعالوا بقى نشوف الكلام ده صح ولا لا. فاول حاجه انا هعملها، اول خطوه انا هعملها اللي انا هقص ضوافري قدامكم كده، هقصها كلها عشان خاطر بقى اجرب الوصفات دي معاكم خطوه بخطوه. طبعا برضو هقول لكم على وصفه تقويه ضوافر. اهم حاجه لما تيجي تطولي ضوافرك ان انت تقويها، عشان خاطر مش اي خبطه تكسرها، مش اي حركه تكسر ضفرك وكده. فطبعا اهم حاجه هي تقويه الضوافر. فاقول لكم على وصفه لتقويه الضوافر جربتها بجد بجد، كنز 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 لاي حد نفسه يقوي ضوافره وكده. فتعالوا بقى نبدا في اول وصفه معانا. وطبعا الوصفات دي بيقولوا ان احنا لازم نستخدمها كلها مع بعض. هنبدأ بأول وصفة معانا اللي هي تطويل الضوافر، سمعت عنها يعني، اللي هو الثوم وطلاء الأظافر الشفاف. أول حاجة ههرس، يعني ههرس مثلا 8 فصوص ثوم على العبوة دي، مثلا 8 فصوص ثوم ههرسهم. هنا بقى كده الثوم أنا هرسته كله، هبدأ بقى أدخله في الإزازة دي وبنسيبها 24 ساعة. اتملت زي ما انتم شايفين كده، مفيش مكان اصلا احطه تاني، فانا هسيبها كده كويس الكميه اللي انا حطيتها. حطيت بقى هنا حوالي 6 فصوص ثوم عشان خاطر بصوا العلبه يعني خلاص مش عايزه تاخد تاني. هسيب بقى العلبه دي على جنب 24 ساعه، تمام. وبعدين هحطها بقى على ضوافري، افردها على ضوافري كلها. طبعا انتوا عارفين ان الوصفه دي اصلا لما تيجي تتوضي مش يعني ده مونيكير فهيعزل الميه، فطبعا لازم تمسحيها قبل ما تتوضي، هتمسحيها بالاسود. بس هسيبها بقى 24 ساعه كده على التسريحه بتاعتي، هسيبها 24 ساعه وبعدين احطها معاكم. تاني وصفه معانا بقى هنحتاج فيها الليمون والمعجون، وهنحتاج فرشه مخصصينها للضوافر، ما نستخدمهاش لاسناننا، دي بتبقى فرشه الضوافر. اول حاجه بقى هقسم الليمون نصين كده، معلقه كبيره من عصير الليمون، هنزل عليهم بمعلقه كبيره من المعجون، تمام. اي نوع معجون تحبوه استخدمه، على معلقه كبيره كده من المعجون. هبدا بقى افردها على طول على ايدي بالفرشه اللي قلتلكوا لازم تخلوها للضوافر بس، مش تستخدموها لاسنانكم طبعا. هنبدا بقى نوزعها على الضوافر كده. طبعا بقى هقول لكم بقى فوائد الليمون وفوائد المعجون دلوقتي. الليمون بيحتوي على الكولاجين اللي بيساعد الضوافر ان هي تنمو بسرعه، وكلنا عارفين الليمون ده سحر، اساسا سحر للضوافر. برضو عندي المعجون بيبيض الايد وبيخلي في دوره دمويه كده في ضوافرك فتطول بسرعه. بس الوصفه دي بنستخدمها لمده اسبوع مره واحده في اليوم، ونبدا ندلك كده زي ما انتم شايفين. بعمل كده 3 دقايق لمده 3 دقايق، اقعد ادلك كده لمده 3 دقايق ضوافري وهرجع لكم. هنا بقى شكل ايدي بعد ما رطبتها وشلت منها الوصفه. اخر وصفه بقى معانا لتطويل الضوافر. طبعا احنا ال3 وصفات دي هنستخدمها مع بعض. اخر وصفه معانا اللي هي وصفه الثوم بقى، الثوم عادي خالص، ثوم مفروم او ثوم صحيح، وتبداي تفركي بيه ضوافرك كويس جدا لمده 3 دقايق، وبعدين بتسيبيه لمده 15 دقيقه على ضوافرك، وبعدين بتخشي تغسلي ضوافرك. بتستخدمي ال3 وصفات دول مع بعض، اللي هو الثوم مع المعجون، وصفة المعجون، واخر حاجة اللي هي وصفة طلاء الضوافر. دلوقتي بقى هنخش على وصفة تقوية الضوافر زي ما قلت لكم فظيعة. اول حاجة هناخد معلقة من عصير الليمون، معلقة كبيرة كده من عصير الليمون، ننزل عليهم بمعلقتين كبار من زيت الجوجوبا او زيت الزيتون. الوصفة دي بتقعد معانا لمدة اسبوع في التلاجة،
وحطيت زي ما انتم شايفين كده معلقتين كبار من زيت الجوجوبا او زيت، ممكن تحطوا زيت الزيتون، على فكره زيت الزيتون برده جميل جدا 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 لتقويه الضوافر. وهجيب بقى معلقه من الثوم المفروم اللي عندي هنا انا ركناه على جنب ده، هحط بقى معلقه منه واقلب بقى الثوم مع زيت الزيتون مع الليمون. تدهنوه برضو على ضوافركم وتسيبوه لمده نص ساعه، ربع ساعه، ساعه. لما تسيبوه اكتر هيبقى احلى. وبعدين تشطفوا ايديكم عادي بميه عادي خالص. طب انا بتضايق من ريحه الثوم، تجيبي معلقه قهوه كده وتبداي تفركي ايدك بيهم، يعني بصراحه بيودي ريحه الثوم خالص. انا من الناس اللي بتضايق بصراحه من ريحه الثوم في ايدي، فبشطفها بالقهوه. تجيبي معلقه قهوه وتبداي تفركي بيها ايدك كويس جدا، وتروح يعني ريحتها خالص. تمام. يبقى دي وصفه تقويه الضوافر، بتحطيها على الضفر كده، الوصفه دي بتقوي الضوافر زي ما قلت لكم، بتبيض الضوافر فظيعه فظيعه فظيعه. تمام. يبقى دي وصفه اساسا مضمونه، انا جربتها وجميله جدا، وبتتسيب في التلاجة لمده اسبوع، وهتعينيها في التلاجة كل ما تيجي تستخدميها تطلعيها من التلاجة. تمام. في برطمان بقى صغير، في علبه صغيره. وصفه بقى تبييض الايد اللي بعتمدها بجد لما ايدي بتبقى غامقه وكده، بعتمدها انا اساسا من اسبوع، يعني دايما بعملها، بس ساعات ببطلها وبرجع لها تاني. تمام. الوصفه دي وصفه فظيعه، لازم تجربوها. هي عباره عن ايه؟ عباره عن بيكنج باودر وليمون. بتحطي بقى نص ليمونه على البيكنج باودر وتبداي تفركي بيهم ايدك. نستخدمها مره في الاسبوع مع ترطيب الايد يوميا. هي التبييض محتاج تقشير وترطيب، بس كده ايدك بتبيض. بس كده. ودي تكون وصفات النهارده اللي هما هنا بقى الوصفات اللي احنا قلنا عليها النهارده، اللي هي وصفات تطويل الاظافر. بس انا كده هصور لكم، شوف بقى هل فعلا في 3 ايام هتطول ولا لا.